بيعمل كل حاجه في الكوره، بيكلم الكوره وبيرقص اي حد وبيخش جوه منطقه الجزاء. عنده اكبر مشكله وهي انهاء الفرص. هتعمل معايا يا كابتن؟ هتمرنه لوحده ولا هتجيب حد متخصص ولا هتتكلم معاه وتجيب له فيديوهاته؟ الراجل ده لو بيجيب اجوان ده الموضوع هيختلف تماما مع نادي الزمالك ومعاه هو شخصيا رقميا. هنتكلم عن حته ثانيه خالص. تكتيكيا هو مش منظم. شو بديك حته ثانيه، شو بدخلك في حته ثانيه. تكتيكيا مش منظم. هو مش منظم، وشويه بتلاقيه يمين شويه بتلاقيه شمال. وده لو بتلعب فرقه على مستوى عالي جدا، الفرقه اللي هي الافريقيه مثلا قبل نهائي بتلعب حد من المغرب، حد من تونس، من الجزائر، اللي بتلعب صح بشكل تكتيكي عالي. ما يتلعبش اللعب اللي بيلعبه ده، اللعب اللي هو على المزاج، وليك يمين وليك شمال، وما ترجعش تدافع، والباك اليمين بقى واحد على واحد. يعني الماتش اللي فات يسر وحيد على طول واحد على واحد محمد ابراهيم. صح ولا غلط؟ مفيش مسانده منه. والماتش اللي قبله زلاكا كان على طول. هو ما انا بقول لك، ما انا بحلل الماتشات. هل انت حد طلع يتكلم على الحاجات دي؟ مش هتتكلم على الحاجات دي، هتتكلم على الحاجات اللي انت كنت بتتكلم فيها. بيرقص اي حد، بيعدي، بيعمل فرص، ما بيجيبش. لكن هو في الاخر الحاله حلوه بس والطريقه مساعداه. لا، ما هي مساعداه بقى للنتائج، والفرقه اللي بتلعبها هي على طول انت بتضغط الزمالك ويلعب في المساحات. حاليا الزمالك بيلعب على ايه؟ ارجع لورا تحت الكوره، سيب المساحات.